والسلام عليكم. من المشكلات اللي بتقابلنا لما الكهرباء بتقطع ان اللعب بتقطع نتيجة ان هي شغالة على النت. فتعالى النهارده اجيب لك لعبة قوية جدا 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 وغير نت. فيديو جديد. المطور ديفولفر نزل لعبة اسمها كاتانا زيرو. اللعبة حققت نجاح رهيب جدا. فقرر بعدها ان هو ينزل لعبه زيها بس اقوى منها. كانت نازله في الاول للبي اس وللنينتندو سويتش، فانا عاوزك تتخيل حجم الجرافيك اللي كان رايح في حتتين دول. لعبه حققت نجاح كبير جدا، خصوصا ان هي عباره عن شوتينج من المنظور الثالث في واقع 2 دي. فانت عاوز اقول لك ان الموضوع كان جديد غريب شويه. اللعبة دي حاليا موجودة على الموبايل سواء كان اندرويد او اي او اس، اسمها ماي فريند بيدرو. اللعبة فيها كمية اكشن غير طبيعي، وده اللي بيخليك طول الوقت في حالة اثارة والانتقال من اكشن لاكشن 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 او من موقف لموقف، وانت لازم ان انت تقدر تبقى عندك المهارة وسرعة رد الفعل في الكنترولينج على الازرار بتاعتك علشان تقدر تتعامل مع الاعداء اللي بيبقوا في كذا مستوى قدامك، ولازم ان انت تلحق تضربهم قبل ما هم يضربوك. ماي فريند بيدرو انت بتمثل البطل الملثم مجهول الهوية اللي مجنون شويتين، عشان كده بيكلم موزة في مخه. الموزة دي هي اللي بتبدأ تعلمه ازاي يضرب النار وازاي ان هو يبدأ ان هو يخش ان واوت من المواقف اللي بيتعرض ليها. غير كده ان ماي فريند بيدرو هتلاقي ان انت طول الوقت مش مجرد ان انت واحد بيجري في 2 دي، لا، انت شويه هتركب سكيت بورد، شويه تعلق في حبال، شويه تركب موتوسيكلات، شويه هتركب عربيات. الموسيقى وجمالها وقوتها واللي بتتلائم مع كل موقف انت فيه يخليك فعلا ان انت عاوز تطلع من الموقف دوت عشان تخش على الموقف اللي بعديه. طول المزيكا تعلى معاك. ماي فريند بيدرو موجوده على اب ستور وبلاي ستور، نزلوها واكتبوا لي في الكومنتات.